مفاجأة مدوية في الانتخابات الأمريكية، حرفيا حصل انقلاب في الانتخابات. المنافسة الشرسة اللي كانت بين ترامب وهاريس في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات اتحولت لفوز ساحق لترامب. في أول ساعات الانتخابات المبكرة راحت كل الأصوات لهاريس، وفجأة حصل زلزال. الولايات اللي كانت زرقاء كلها بقت حمراء، عشان فجأة نلاقي إن الرئيس القادم هو ترامب وبفوز ساحق. بنسلفانيا وميتشيجان ونورث كارولاين كل دولت قلبوا على كاملا هاريس، ومنهم اللي كان بأصوات عقابية. وحتى مجلس الشيوخ كمان حسم لصالح الجمهوريين، عشان ترامب يبقى في أقوى وضع ليه تاريخيا ولا ينازع أحد بمجرد ما يستلم حكم أمريكا في 6 يناير 2025. وبما إن الجانب الاقتصادي من الحياة كان أكتر حاجة تهم الناخبين، تعال أقول لك على شكل العالم اقتصاديا بعد تولي ترامب الحكم. أنا محمد البحراوي، وتعال نشوف الرابط. في البداية وقبل ما نبدأ تعال أقول لك معلومات بسيطة كده عن الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، وعشان تتخيل هو كبير قد إيه اسمع الرقم ده كده. الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة دي حوالي 29.1 تريليون دولار، وده بحسب أحدث تقدير خرج بيه صندوق النقد الدولي. لكنه مع الضخامة دي فهو لسه اقتصاد منكمش وبيعاني من تبعات أزمة كورونا في سنة 2020. عندك السنة دي مثلا الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل 2.8% بس، وما وصلش حتى للمعدل اللي كانوا متوقعينه واللي هو 3.1. كمان لسه التضخم في أمريكا أعلى من النسبة المطلوبة وهي 2%. طيب تعال بقى نشوف ترامب ناوي يعمل ايه في الكلام ده. صحيفة بوليتيكو نشرت مقال وضحت فيه شخصية زي دونالد ترامب بيفكر ازاي في الاقتصاد. الصحيفة قالت على لسان ترامب انه شايف انه بيفهم في الاقتصاد اكتر من اقتصاديين كتير، وان الراجل كون فلوس كتيرة وقادر على تقييم الاقتصاد افضل من اي حد. وعلى فكرة دي مش اول مرة ترامب يعمل كده. ترامب في فترة حكمه الاولى كان بيطلع يتخانق بشكل مباشر مع رئيس الفدرالي الامريكي، وبيعترض كمان على قراراته برفع الفايدة دايما، بل وحتى وصفه مرة كده بالأحمق علشان قراراته دي. فترامب بتاع 2016 ده ما اتغيرش عن اليومين دول، هو لسه زي ما هو شايف معدلات الفايدة المرتفعة دي غير صحيحة للاقتصاد الأمريكي، وعايز يخفض الفايدة برضه زي زمان. طبعا حظ رئيس البنك المركزي دلوقتي إنه أصلا عمال يخفض الفايدة الفترة دي، لكن ترامب غالبا هيجي وعايز معدلات تخفيض أكبر حبتين. طيب الكلام جميل، إزاي بقى ترامب هيحاول يسيطر على التضخم من غير ما ينزل الفايدة؟ يعني ترامب شايف هنا إن الحل في حاجتين رئيسيتين. أول حاجة هي تخفيض الضرائب، وتاني حاجة هي تحفيز قطاع الأعمال وبالذات القطاع الصناعي زي إنتاج الوقود الأحفوري مثلا، واللي بالمناسبة هاريس كانت صرحت تصريحات ضده وبعد كده رجعت في رأيها، وده لما الدنيا اتقلبت عليها. سياسات التيسير النقدي دي هتعمل نمو سريع، وبيه هيقدر إن هو يضخ استثمارات كبيرة يقدر من خلالها يحتوي التضخم. وهنا بقى نيجي لأزمة الديون الرهيبة اللي بتواجهها أمريكا حاليا. لو جينا نبص على الدين العام في عهد ترامب فهو زاد في الفترة اللي حكم فيها بنسبة 40.4%، والنسبة دي تكاد لا تقارن لو جيت تحطها جنب نفس النسبة في عهد جو بايدن واللي وصلت ل 16.6%. فحاليا الدين العام لأمريكا هو 35.8 تريليون دولار، وده بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وهنا رويترز شايفة إن ترامب هيضاعف الدين العام مرة تانية وهيوصله ل 7.5 تريليون دولار خلال العقد القادم. والكلام ده ببساطة لأن ترامب بيعتمد على تخفيض الضرائب وزيادة كبيرة جدا في الانفاق العسكري، وطبعا ده هيزود العجز المالي بشكل مرعب، وممكن ان هو يأثر على قدرة امريكا على التمويل، سواء بقى تمويل البرامج الاجتماعية زي الرعاية الصحية وغيره، او تمويل حتى مشاريع البنية التحتية. بس من اهم الحاجات اللي بتواجه ترامب هو ازاي هيتعامل مع البطالة وسوق العمل. بس في الاول خلينا نشوف الفرق بين الفترتين بتاعة بايدن وبتاعة ترامب. مجلة فوربس في تقرير ليها عن سوق العمل عملت مقارنة بين الاثنين. المجلة قالت ان في اواخر 2019 لاوائل 2020 في عهد ترامب انخفضت البطالة من 4.7% ل 3.5%، ودي كانت اقل نسبة من سنة 1969 بحسب فوربس. ده كمان الاجور زادت في عهده حوالي 15% خلال فترة ولايته، ودي نسبة كبيرة جدا بالمناسبة. لكن عندك بايدن لما استلم من ترامب ارتفع اجمالي التوظيف بنسبة 12% تقريبا، والبطالة انخفضت من 6.7% ل 4.1%. كمان متوسط
متوسط الأجور في عهده ارتفعت بنسبة 19%، يعني في ناس اشتغلت أكتر وبقت تقبض أكتر. كمان في ولايته الجديدة ترامب ناوي إن هو يخفض الضرائب للشركات أكتر ويقلل القوانين المفروض عليهم، فهتلاقيه بيقول إن هو هيخفض ضريبة بعض الشركات ل 15% وهيخفض الضرائب على الشركات بشكل عام. طيب ما كده ترامب 100 فل و10. فين المشكلة بقى؟ خلي بالك ان ترامب بيوعد دايما بعمليات ترحيل تاريخية، وبغض النظر عن اي اعتبارات انسانية، الاقتصاديين شايفين ان الموضوع ده هيسبب ضرر كبير جدا لسوق العمل الامريكي، وده بحسب اللي نشرته انفستوبيديا. وده لانه لما تطرد العدد الكبير جدا ده من الناس هيسبب لك عجز في العمالة في بعض القطاعات، وده طبعا هيتسبب في ارتفاع الاسعار ويخلي الاقتصاد يتباطأ وانت بتحاول اصلا انك تسيطر عليه. هتيجي تقول لي يا نهار ابيض، يعني لو هاريس كانت مسكت كانت الدنيا هتبقى احسن؟ هقول لك لا، مش كده. صحيح ان هاريس كانت هتدعم الاستثمار في البنيه التحتيه وكمان الطاقه المتجدده، وده عكس ترامب واللي ممكن ان هو يخلق وظائف كتير في القطاعات دي وبالتالي هيساهم في تقليل البطاله. ولكن في عيب خطير جدا في خطه هاريس برضه، وهي ان هاريس كانت هتدعم الطبقه المتوسطه وهترفع الضرائب الفيدراليه على البقشيش وحاجات تانية زي إعادة إحياء الائتمان الضريبي الموسع للأطفال. كل الكلام ده بدوره هيزود العجز المالي لأنه هيتطلب إنفاق حكومي كبير وممكن إن هو يزود كمان الدين الوطني. هاريس برضو كانت وعدت بعدم زيادة الضرائب على أي حد دخله أقل من 400 ألف دولار في السنة، لكنها في نفس الوقت هتزود الضرائب على الأغنياء في المجتمع الأمريكي علشان ترفع ضريبة مكاسب رأس المال طويلة الأجل ل 28%، والنسبة دي بعد ما كانت 20% للي بيكسب مليون دولار فيما فوق. وعلى فكرة الزيادة دي كانت زيادة كبيرة جدا، ده غير ان التدخلات الحكومية الكبيرة في السوق زي فرض قيود على الشركات الكبرى او تغيير في القوانين الضريبية. فهاريس كانت بتقترح انها تزود ضريبة الشركات من 21% ل 28%، وده ممكن يتسبب في مشاكل كتيرة جدا في سوق العمل ويأثر بشكل سلبي على عمليات التوظيف. عرفت بقى ان وجود هاريس ما كانش هيحل زي ما انت كنت متخيل. من الاختلافات العنيفة برضو بين النهج الاقتصادي للاثنين هو التعامل مع التعريفات الجمركية. ترامب ناوي ان هو يفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% او 20% على كل الواردات اللي جاية للولايات المتحدة، ده غير طبعا تعريفة جمركية على كل الواردات الصينية واللي هتوصل ل 60% بحسب اللي نشرته شبكة CNN، زائد ان هو هيطرح كمان تعريفات جمركية بنسبة 100 او 200% على العربيات المصنوعة في المكسيك او على المنتجات اللي هتصنعها الشركات اللي بتنقل التصنيع من الولايات المتحدة للمكسيك. طيب هو ليه ترامب بيعمل كده؟ ايه الرابط بين الزيادات دي والنمو الاقتصادي؟ انا هقول لك. ترامب شايف ان الرسوم الجمركيه هتعزز التصنيع الامريكي وهتخلق فرص عمل كتير وهتدخل للدوله مليارات الدولارات، لكن زي ما قلت لك في التعريفات الجمركيه دي برضه هترفع الاسعار على المواطن. وبالمناسبه ترامب شايف ان التعريفات دي الدول الاجنبيه هي اللي هتدفعها، وده شيء غريب جدا. في النهايه دي كانت لمحه عن شكل الاقتصاد بعد تولي ترامب للرئاسه في يناير 2025 حسب برنامجه ووعوده. ولو عايز تعرف تاثير ترامب علينا احنا في الوطن العربي شوف الحلقه اللي كنا عملناها قبل كده. قول لنا انت بقى رايك، هل شايف فوز ترامب هيبقى افضل للعالم ولا لا؟ اكتب لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك وكالعاده شير الرابط.